بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الفطير المشلتت الفلاحي الاصلي بتاع البيوت وبتاع الفلاحين، بطريقة الفرد العادية خالص، لان هي دي الطريقة بتاعة الفطير الفلاحي المشلتت اللي طعمه وريحته بيبقى جايبين لحد اخر الدنيا. وهنتكلم بالظبط ازاي يطلع كده طري معانا، وازاي نسويه بالطريقة المظبوطة، وازاي ما ينشفش معانا، ودرجة الحرارة بتكون عاملة ازاي، وبنسويه بأي طريقة، نحط سكر ولا ما نحطش، نحط ملح قد ايه. كل ده هنتكلم فيه النهاردة ان شاء الله مع بعض، وان شاء الله النتيجة هتكون مرضية جدا ليكم. ولو هتعمليه لأول مرة هينجح معاكي من أول مرة ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده الفطير طري وجميل واخد لون روعة جدا جدا جدا. اقولك ازاي بالظبط يطلع معاكي بنفس النتيجة. اهم حاجة خليكم معايا لحد اخر الفيديو علشان ما تفوتكمش اي تفاصيل، وترجعوا تسألوني عليها بعد كده في الكومنتات. ويلا بينا نسمي بسم الله ونشوف عملناه ازاي مع بعض. انا هنا معايا 3 كيلو من الدقيق. طبعا انت هتستخدمي الكمية اللي تناسبك. اول حاجة لازم اعملها، لازم انخل الدقيق، سواء كان دقيق سايب، دقيق يعني اكياس وضامنه نظافته، برضو لازم تنخليه كويس قوي. تمام كده. انا استخدمت النهارده دقيق الكوثر. تقدري تستخدمي اي نوع حباه، بس اهم حاجه ما يكونش دقيق سايب، لان بيكون العرق بتاعه مش قوي. احنا عايزين دقيق يكون العرق بتاعه قوي شويه، علشان خاطر واحنا بنفرده ما يتقطعش معانا ويسيح معانا. طيب ال3 كيلو دقيق دول انا حطيت عليهم قد ايه سكر؟ حطيت عليهم معلقتين كبار من السكر. انا مش حابه ان يكون طعمه مسكر جامد قوي، وفي نفس الوقت مش حابه يكون عادم، يعني يكون كده مظبوط. مش حابه تحطي سكر خالص، مفيش اي مشاكل خالص، ممكن نستخدمه من غير سكر. وحطيت معلقه صغيره من الملح، وابتديت دلوقتي احط ميه من الحنفيه عادي خالص، شويه بشويه لحد ما الدقيق اختفى معايا، وكانت العجينه بتلزق في ايدي كده شويه. هبتدي اختبرها بالايد اللي ما كنتش بعجن بيها، هلاقيها بس كده بتلزق في ايدي حاجه بسيطه. هبتدي بقى دلوقتي على الرخامه، وزي ما انتم شايفين كده لازم 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 افضل اعجن فيها شويه كتار جدا. بصوا العجينه لسه بتتقطع معايا ازاي، اشدها كده بتتقطع معايا. فهي كده طبعا لا تصلح خالص ان هي تتعمل فطير. لازم افضل اعجن فيها لحد ما العجينه تبقى بتمط معايا، علشان كمان الدقيق لو العرق بتاعه مش قوي قوي انا كده بزود العرق بتاعه واخلي الفطير معايا يبقى يتفرد معايا بسهوله، وكمان ما يتقطعش ويطلع معايا كمان ناجح. هفضل بقى كده اعجن فيه زي ما انتم شايفين، وادبه كده على الرخامه. برضو دي بتخلي الحركه دي بتخلي العجينه تنعم معايا بسرعه. علشان طبعا ايدينا ما توجعناش، بنسيبه 5 دقايق بس كده على الرخامه يريح شويه، وبعد كده برجع اكمل عجن تاني فيه. وطبعا احمد كان بيساعدني في العجن، هو بصراحه اللي خلى العجينه خلصت بسرعه. تمام كده. هبتدي بقى دلوقتي خلاص افضل اعجن فيها زي ما انتم شايفينها كده لحد ما احس ان العجينه كده خلاص نعمت معايا، وكمان لما باجي اشدها ما بتتقطعش معايا اهي زي ما انتم شايفين كده بتمط معايا ومش بتتقطع. كده خلاص بقت تمام قوي معايا. لفيتها بقى كده زي الرول، وهبتدي دلوقتي اقطع الحجم اللي انا عايزاه. انا بالنسبه لي قطعت فيه كور كبيره وكور صغيره، علشان انا عندي الصواني كلها مش مقاس واحد، عندي صواني كبيره وعندي صواني صغيره. بالنسبه ليكي انت طبعا هتعرفي ايه هي مقاس الصينيه اللي عندك، وهتبتدي تقطعي على قدها. طيب اعرف ازاي ان الفطيره هتطلع مظبوطه معايا على الصينيه اللي عندي؟ يعني بصوا هقولك على حاجه. الصواني اللي هي بتبقى مقاس 30 هنعمل لها فطيره حوالي، يعني الكره اللي هنقطعها في الاول كده هتبقى حوالي من 350 ل 400 جرام، هتكون مظبوطه معاكي. تمام كده. لو اصغر من كده طبعا هننقص شويه كده في الحجم. انا طبعا عشان متعوده اعمل في نفس الصواني ديت، فانا عارفه بالظبط الصينيه بتاخد معايا كميه قد ايه. طيب هنتكلم تاني على انواع الدقيق. بلاش يا جماعه الدقيق السايب، لانه بجد ما بيبقاش مضمون، وبيكون العرق بتاعه ضعيف جدا، وهيخلي العجينه على طول تتقطع معانا، وكمان هتبقى مكبوسه. يعني هتحسي ان مهما تعبتي فيها هتلاقي في الاخر الفطير بعد كده من جوه يبقى يعني تخين وعامل زي المعجن. فده بيبقى بسبب نوع الدقيق. النوع الدقيق عليه عامل كبير جدا جدا لنجاح الفطير. ممكن تبقي تعبانه فيه وعامله فيه كل حاجه كويسه، لكن بتستخدمي دقيق نوعه مش كويس، فده اللي بيخلي بعد كده الفطير يبقى يبوظ معاكي. تمام كده. ده بالنسبه للدقيق. طيب هنتكلم مع بعض بعد كده على التسويه واحنا بنفرد. انا كده بعد ما قطعتهم خلاص دهنت الصينيه دي كده زيت، وهبتدي كمان دلوقتي احط على وشهم كده كمان زيت، علشان ما يعملوش طبقه خارجيه او يقشفوا كده من على الوش. طبعا انا لما عجنت ما سبتهاش تريح، انا قطعت كده على طول وهسيبها تريح كده وهي متقطعه.
هسيبها حوالي ربع ساعه. لازم تسيبي العجينه تريح كويس جدا علشان تتفرد معانا على طول. هبتدي بقى دلوقتي كمان اغطيها كده بكيس نظيف واسيبها حوالي كده من ربع ساعه لتلت ساعه كمان. ابتديت دلوقتي اجيب الماده الدهنيه بتاعتي. غسلت الرخامه بتاعتي كويس، دهنت الرخامه بسيط جدا جدا من الزيت، مش هنكتر زيت قوي علشان العجينه ما تلمش معانا وتتزحلق، وفي نفس الوقت كتر الزيت بينشف الفطير. انا حطيت هنا سمن نباتي عادي خالص، وحطيت عليها يعني لو هستخدم كوبايه كبيره من السمنه النباتي هحط حوالي ربع كوبايه من الزيت. هسخنهم بس كده بسيط على البوتاجاز، علشان كل ما بحط الماده الدهنيه سخنه على العجين بتخليها تتفرد معايا بكل سهوله. طبعا هبتدي دلوقتي اخد العجين بعد ما ريحته من اول واحده انا عملتها، وهبتدي بقى دلوقتي افرد. هنفرد كده بالراحه جدا. طبعا انا مسرعه الفيديو لكن انا بفرد بالراحه خالص علشان العجينه ما تتقطعش معايا. بصوا انا بدخل ايدي كده من جوه وبسحب لبره، بس طبعا بالراحه خالص خالص. طبعا لو اتقطعت معاكي تقطيعه مثلا واحده او اتنين مفيش اي مشاكل، لكن ما يكونش اكتر من كده علشان الفطير بعد كده ما يبقاش من جوه شكله وحش. تمام كده بفردها كويس خالص لحد ما بخليها شفافه كده. دي يا جماعه طريقه الفرد الاصليه خالص بتاعه الفلاحين، بعيد بقى خالص عن الطرق اللي طلعت بعد كده. بعد كده دهنتها بقى كده بالماده الدهنيه بتاعتي او بالسمنه، وهبتدي بقى كده اطبقها زي الظرف. طبعا كلنا عارفين الفطير المشلتت بيتطبق ازاي، وكل ما بطبق كده بعوز ايدي كده بسيط من الماده الدهنيه علشان بس الفطير ما يبقاش دسم قوي معانا وكله سمنه كتير. وبعد كده بلمها وهسيبها. طيب لو انا عايزه اعمل فطيره تكون كبيره شويه وعايزه اعمل اتنين مع بعض، الرخامه عندي صغيره ومش عارفه اعمل واحده كبيره، او ما عنديش مثلا طبليه زي حالاتي كده مش عارفين نفرد على حاجه، هنفرد على الرخامه، بس عايزه اعمل فطيره تكون كبيره. عندي صينيه كبيره وممكن اعمل عليها فطيره كبيره. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل اتنين من جوه بعض هتديكي فطيره كبيره. انا خدت كورتين من المتوسطين اللي انا كنت عاملاهم، عملت اول واحده اهي وخلصتها وركنتها على جنب، وبعد كده هبتدي افرد التانية عادي خالص بنفس الطريقه. هوريكم بس هنا. بصوا انا بدخل ايدي ازاي من جوه وبشد كده لبره علشان افرد معايا العجين، وكمان بدخل فيها الهواء. شايفين اهي بدخل فيها الهواء، والفقاعات اللي بتطلع دي بتكون يعني حاجه اساسيه لازم تتعمل كده في الفطير. طبعا الفطاطريه في المحلات بيمسكوها كده يلفوها في الهواء ويحطوها، بصراحه يعني صنعه ربنا يديهم الصحه جميله جدا. بعد كده هدهن الماده الدهنيه عادي خالص، وبعد كده هحط اول واحده انا عملتها في النص كده وابتدي اتني عليها العجينه التانية. تمام كده. ده بالنسبه لو انت عايزه تعملي فطيره كبيره وما عندكيش مساحه زي حالاتي كده. انا بالنسبه لي ما بحب اعمل يعني الفطيره بتكون واحده، يعني هي كوره واحده بعملها واعملها فطيره علشان ما اتعبش، ما افضلش اعمل واحط فوق بعضيه، بصراحه بتبقى متعبه جدا. طبعا الصينيه اللي بحط فيها ديت بتكون مدهونه كويس قوي بالسمنه، وبعص ايدي برده كده شويه بالسمنه وبحط كده على الوش علشان برده الوش ما يعمليش طبقه خارجيه. تمام كده. خلصت كمان واحده اهي، دي هعملها فطيره واحده بس علشان الصينيه صغيره زي ما انتم شايفينها كده. هبتدي بقى اخلصهم كده كلهم بنفس الطريقه زي ما قلت لكم. انا عملت واحده بس كبيره والباقي كله على قد حجم الصواني اللي عندي صغير كده شويه كده. دي فطيره كده واحده، انا بحب اعملها زي ما قلت لكم فطيره واحده بس كده، محبش اقطع فطاير صغيره واحطها فوق بعضيها، بتاخد وقت ومجهود، لكن هي فطيره واحده بفردها كده وخلاص، بحطها في الصينيه وخلاص وبعمل غيرها. طبعا بعد ما بنخلص كده وبنحطهم في الصينيه لازم برضو نسيبهم يريحوا شويه كمان، حوالي مثلا ربع ساعه كده ولا حاجه. هبتدي بقى طبعا انا كده ايه خلصت يعني تقريبا كده دي كانت اخر واحده، هخلصها واحطها بقى في الصينيه. وانا كده في اخر واحده ببتدي اشغل البوتاجاز. لازم اشغل البوتاجاز قبلها. طبعا احنا هنعمل في فرن البوتاجاز، بشغل الفرن بتاع البوتاجاز من تحت بس قبلها كده بحوالي ربع ساعه. لازم تدخل على فرن سخن جدا جدا جدا، اوعي تدخلي الفطير على الفرن يكون بارد او درجه حرارته حتى متوسطه. تشغلي الفرن من تحت على اعلى درجه حراره عندك وتسيبيه كمان يسخن كويس. وبعد كده هناخد اول واحده عملناها تكون ريحت زي ما انتم شايفين كده، بحط شويه كده من السمنه على الوش وببتدي افردها لحد ما تاخد حجم الصينيه. لو انت حسيتي ان الفطيره اللي انت عاملاها صغيره والصينيه كبيره ما تفرديهاش لحد الاخر علشان الفطيره بعد كده ما تنشفش معاكي. تمام كده. وكنت بوريكم بس الهواء اللي جوه داخل الفطيره، ده معناه ان العجينه ما شاء الله ناجحه جدا. شايفين عامله هواء ازاي؟
ما شاء الله كده هتبقى مورقه وجميله جدا معانا. طيب هسوي ازاي؟ هخلي الشبكه بتاعه الفرن تحت خالص، يعني يا دوبك فوق الصاجه على طول، وهشغل الفرن من تحت بس زي ما قلت لكم على اعلى درجه حراره. هي هتستوي من تحت وتاخد لون، وكمان هتاخد لون من فوق كده لوحدها. ده لو الفرن عندك عالي. لكن لو الفرن يعني لو خلاص لقيتيها استوت من تحت وخدت لون وكمان لسه من فوق ما خدتش لون، هتشغلي عليها الشوايه دقيقه واحده بس، هي ما بتاخدش اي وقت خالص. اول ما بتخرج كده من الفرن بشيلها على طول، بحطها في اي فوطه كده او ملايه او اي حاجه عندك تكون نظيفه، وبغطي عليها على طول علشان ترد من حراره الفرن وترجع بعد كده تضطر معايا. طبعا انا في الوقت ده ببص عليها بتاكد ان هي خلاص استوت معايا من تحت وكمان واخده لون. بشيلها كده اللي بتخلص بشيلها على طول واحطها على طول كده على اختها، يتحطوا سخنين فوق بعضيهم علشان كله يضطر، يعني السخونيه بتطر اللي قبليها، اللي بحطها دي بتخلي اللي تحتيها تبقى طريه يعني من السخونيه بتاعتها. هوريكم بس هنا بصوا انا كنت الملايه دي اصلا انا مخصصاها للفطير. بحط كده الفطير كده فوق بعضيه كده وهو سخن، وبغطيه كويس جدا، بكلفته كويس قوي علشان بعد كده يبقى طري معايا. وبعد ما بيخلص الفطير بصوا ولا فطير العروسه، والله العظيم جميل جدا جدا جدا، طري جدا زي ما انتم شايفين اهو. استوى سوا مظبوط، وبصراحه يعني ريحته كانت جايبه لاخر الدنيا. احلى فطير فلاحي مشلتت، يعني والله العظيم من الاخر، طعمه تحفه جدا وريحته تجنن. وعايزه اقول لكم على معلومه كمان، لازم 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 تنقي نوع السمنه اللي هتحطيها تكون ريحتها وطعمها حلو، علشان كمان تدي للفطير طعم حلو. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.